ازاي نلغي الرسائل الاخباريه من على خطنا بتاع اتصالات بتاعنا بكل سهوله بكل بساطه بدون اي ادنى مشكله تماما. تابع مع الشرح. كل اللي علينا هنمسك موبايلنا مع بعض وبعد كده هنروح مع بعض على الهاتف. شريط التنقل شاشة الهاتف. هنخش عليه بالشكل ده الهاتف مربع تعديل. وبعد ما احنا دخلنا على الهاتف زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم كده هنطلب الكود ده مع بعض علشان خاطر نقدر من خلاله نلغي كل الرسائل الاخباريه من على خطنا بتاع اتصالات بتاعنا. الكود هو نجمه علامة النجمة. العلامة النجمية. 1 1 1 1 6 7 6 شباك. علامة المربع. يبقى الكود يا جماعة نجمة 116 شباك. بعد كده هندوس مع بعض اتصال. زر اتصال. تم محو النص. إجراء. وبعد ما دوسنا مع بعض اتصال هنقلب لحد ما نوصل للشريحة بتاعتنا اللي هي بتاعة اتصالات. احنا مخلينها على 1. هندوس عليه بالشكل ده. جاز تشغيل رمز USSD 0%. شريط التقدم. حدثت مشكلة في الاتصال أو أمر MMI غير صحيح. وافق زر. طيب هو بيقول لي حدثت مشكلة في الاتصال. انا هدوس موافق. الهاتف. زر اتصال. طيب بصوا يا جماعة، عامة الكود ده ما شغالش عندي ولكن هو هيشتغل على بعض الخطوط، وبعض الخطوط لازم تلغي الرسائل الإخبارية من خدمة العملاء، وفي بعض الخطوط الكود هيشتغل عليها عادي. المهم انت بمجرد ما انت بتدوس اتصال على الشريحة بتاعة اتصالات بتاعتك بيجيب لك قدامك مربع حواري على الشاشة بتاعة موبايل حضرتك، وبيكون مكتوب فيه طلبكم قيد التنفيذ او جاري تنفيذ طلبكم. بمجرد ما حضرتك بتدوس موافق فبيتم اخفاء المربع الحواري من على الشاشة بتاعة موبايل حضرتك، وبتجي لك رسالة بالتفاصيل ويكون مكتوب فيها تم الغاء كل الرسائل الاخبارية من على خط اتصالات بتاعك بنجاح بكل سهولة بكل بساطة بدون اي ادنى مشكلة تماما. لحد هنا نكون وصلنا الى نهاية هذا الفيديو بتاعنا. اتمنى الفيديو يكون مفيد لحضراتكم، ولو فيكم اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار او اي مشكلة مواجهاكم من الفيديو بتاعنا او من فيديوهاتنا عامة او من عالم التكنولوجيا عامة، تقدروا حضراتكم تكتبوا لنا سؤالكم او استفساركم او مشكلتكم اللي مواجهاكم من الفيديو بتاعنا او من فيديوهاتنا عامة او من عالم التكنولوجيا عامة في تعليقات، وانا ان شاء الله باذن الله بمشيئة الله تعالى هشوف كل تعليقاتكم وهرد لكم عليها باذن الله. وفي اخر الفيديو حابب اقول لكم صلوا على النبي. شريط